مساء الخير، كيفكم؟ اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم واحد من أنواع الكباب التركي وهو أدانا كباب. طيب، لعمل أدانا كباب في الأول راح نحتاج للحم مفروم بقري. لازم يكون النوع اللحمة يكون فيها كمية دهون متوسطة. بعد كده حنحتاج لملعقة من الفلفل الأحمر التركي وبابريكا حلوة وسماق وملعقة صلصة للنكهة، فلفل رومي أحمر. وإذا ما توفر معاكم الفلفل التركي الأحمر ممكن نستخدم الفلفل هذا الأحمر، نخلي منه البذور ونفرمه ناعم ونحطه معه على الخلطة. راح نحتاج كمان لفص ثوم وملعقة زيت زيتون، ملح بحر وفلفل أسود مجروش، بصلة كبيرة مفرومة ناعم وبقدونس مفروم. وعندي هنا بصلة صغيرة أو بصلة مقطعة صغار محطوطة في موية، راح أقول لكم فيش راح نستخدمها بعدين. أول خطوة راح أضيف اللحم المفروم وأتبله بالتوابل اللي قلت لكم عليها والبصل والبقدونس. هضيف الفلفل الرومي الأحمر، هضيف البصل والبقدونس كمان، هضيف البقدونس والثوم، هضيف قد ملعقة صغيرة زيت زيتون، وعندي هنا ملح وفلفل أسود راح أضيفهم دحين راح أعجن كل هذه المكونات مع لحمة مفرومة مرة كويس بحيث إنه مرة يمتزجوا مظبوط، وبعدين حبدأ أشكلها كده. دحين بعد ما عجنتها عندي على جنب الأسياخ وزبدية الموية اللي فيها قطع بصل، راح استخدمها وأنا بشكل الكباب، أحط في يدي وأشكل كده يكون شكلها. بعد ما شكلتها أحط يدي في الموية والبصل وبعدين أكورها كورة بهذا الحجم. طيب أنا عشان ماني قادرة أصور وأشتغل بس حوريكم كيف أنا عملتها بهذا الشكل. بعد ما أحطها في السيخ زي كده، زي ما تقولوا نقرص عليها. طيب بقى عندنا هنا آخر سيخ، زي ما قلت لكم نفس الخطوات، أحط يدي في الموية والبصل وبعدين أكورها وبعدين أشكلها. هنا سخنت الصاج وراح أشوي فيه الكبابات. طبعا راح أخرجها من السيخ، أنا بس حطيتها في السيخ عشان تاخد الشكل اللي أنا أبغاه. بعد كده حفكها وأحطها بهذا الشكل. خرجتها من الأسياخ وحطيتها في الصاج عشان تنشوي. دحين راح أجهز معاكم خلطة للوجه. طيب عندي هنا في البروسيسور فود حطيت بصلة صغيرة مع شوية موية، أبغى أعمل موية بصل. حضيف لها ملعقة معجون طماطم وبابريكا. بعد كده أخلط موية البصل مع ملعقة معجون طماطم وملعقة من البابريكا الحلوة، وهذه راح أدهن بيها الكباب عشان ياخد لون حلو. وهذا واحد من أسرار الشوي، إنه يندهن بعد ما يبدأ في السوى كده، ندهن الوجهين بهذه الخلطة عشان تعطيه اللون الحلو. دحين حابدأ أدهن الكباب بالخلطة اللي أنا عملتها. هاخد من الخلطة وأدهن بالطريقة هذه. كمان مع الخلطة نحط شوية زيت، أنا نسيت أقول لكم بس هكتب لكم كل المقادير بعد ما أخلص زي ما عودتكم. كده الكباب صار جاهز، بس أنا أحب لما أعمل الكباب أحب أعمل له حركة اللي هي أبخره عشان أعطيه نكهة الشوي. عندي هنا فحم مولعة، أحط عليها زيت، وإذا كمان عندكم سمن يكون أحسن، أحطه على الفحم وعلى طول أغطيه عشان ياخد النكهة. طيب عبال ما شوية يهدى الكباب راح أعمل معاكم السلطة. سلطة تركية نحتاج لها طماطم مقطعة صغار وبصل مقطع صغار، بقدونس مفروم، ملح وفلفل أسود، ملعقة كبيرة معجون طماطم، بابريكا حلوة وبهار تركي للسلطة، زيت زيتون. كمان رح نحتاج لفلفل أحمر حار، بس أنا هنا شلت منه البذور وقطعته صغير، ما نحتاج البذور، ما نبغاه مرة حار يعني. ونحتاج لليمون. أول خطوة أضيف البصل المفروم وأضيف له الملح والفلفل الأسود، وكده أدعك البصل بالملح والفلفل مرة كويس، وبعدين أضيف له باقي المكونات. زي كده أضفت الملح والفلفل الأسود وأخلطهم مع البصل مرة كويس، وبعدين أبدأ أحط الطماطم والبقدونس والصلصة.
بعد كده اضفت له البقدونس والطماطم والفلفل الاحمر. دحين راح احط زيت زيتون، وبعد كده حضيف التوابل كده اضفت كل المكونات وعصرت الليمون. بمجرد ما تمتزج كل المكونات مع بعض راح تكون السلطة جاهزة. طيب اذا تحبوا مع الكباب تعملوا العيش اللي بالصلصة والبصل والبقدونس، راح اجيب عيش شامي وادهنه بنفس الخلطة اللي دهنت فيها الكباب اول. دهنت العيش بهذه الطريقة. دحين راح اضيف له البقدونس والبصل الابيض، ضروري يكون بصل ابيض مقطع جوانح، وبعد كده حدخلها للفرن عشان تمسك مع بعض. هذه عندي السلطة التركية جاهزة. عملت جنب الكباب لبن بالطريقة العادية، لبن وثوم ملح وكمون، وهذا هو الكباب. رشيت في الأخير رشة صماق على العيش وعلى البقدونس والبصل اللي عملتها مفرش للكباب.